السلام عليكم يا جماعة، ادعوا للولد اللي كان مع والده في واقعة بسوس. ادعوا له كتير جدا لأن الولد حالته صعبة، يعني حالته صعبة جدا جدا. أنا بس عندي حاجة قد كده عشان أنا يا جماعة عمال اتحرق دمي بقالي كذا يوم. أنا لما اتكلمت عن الواقعة دي اتكلمت عن الولد الراجل اللي هو كان موجود. طبعا أنا ما كنتش أعرف إيه تفاصيل الموضوع، فلازم برضه أتكلم عنه. أنا قدامي دلوقتي إن في ناس جت هي اللي هجمت على الراجل ما هجمش عليهم، الراجل خارج من الصلاة ما عملش حاجة. كون بقى ان في واقعة قديمة، موقف بينهم قديم، الراجل كان عامل فيهم حاجة قبل كده، هل ده يخليكم تقعدوا يا جماعة كل شوية تخشوا تكتبوا لي لا اصل هو كان عامل فيهم حاجة قبل كده؟ طب الولد الصغير هو انتوا ايه؟ يعني معلش، الناس اللي بتخش تكتب لي انا بحكم ضميرك، الناس دي مظلومة مظلومة مظلومة. هو انتوا يا جماعة ما شفتوش الفيديو ولا ايه؟ يعني بتكلم بجد، انتوا ما شفتوش الفيديو؟ انا مالي بقى واقعة ما بين الاب وما بينهم قبل كده؟ الولد الصغير ذنبه ايه؟ انتوا عايزينهم يطلعوا براءة بجد يا جماعة؟ اقسم بالله ده في ناس داخله تقول لي بالله عليك اتكلم ان هم كان في بينهم مشكلة قديمة قبل كده، عشان دول شباب صغير حرام مستقبلهم ما يروحش. ما يغوروا المستقبل، ما يغور. هم يفرقوا ايه؟ هيعملوا يعني انت في مخيلتك كده او في دماغك كده شباب زي دي ان هم يهجموا على حد في وجود طفل؟ هيطلعوا ايه؟ دكاتره مهندسين؟ هيطلع مدرس؟ هيطلع ممرض؟ هيطلع ايه؟ يعني ده هيطلع ايه؟ انت مستني منه ان هو يختلط مع الناس يعني ويبقى مواطن محترم وان ده تآمن عليه؟ يا باشا ده شاف عيل صغير مع راجل وده ما منعهوش ان هو يروح ويهجم، ما منعهوش. فانت عايز ايه؟ مين ده اللي يخرج براءة؟ بجد مين يخرج؟ انت في مخيلتك انها تتحسب يعني ايه مشاجرة فيخرج براءة؟ لا، لا، انا كل حد خلي بالك بيخش يكتب لي اتكلم عشان الناس دي حقها ما يروحش، انا بفتكر ان هو بيكلمني على الاب وعلى الولد الصغير. لان انا ماليش دعوه باي واقع قديم، انا ليا دعوه باللي انا شايفه. اللي انا شايفه دلوقتي ان الاب وابنه هم اللي مظلومين في الواقعه دي. القديم بقى الجديد دي حاجه بتاعتهم، دي حاجه بتاعتهم. وطالما قعدوا في قعده صلح وقالوا خلاص احنا موافقين، فانت راجل ليك كلمه اتخذت منها خلاص. وطالما في محضر وفي صلح حصل خلاص، احنا مش في غابة، انت في دولة وحواليك ناس. الولد الصغير ده ذنبه ايه؟ عمل ايه في حياته؟ يعني قدر العملية دلوقتي ما نجحتش، يعني ذنبه ايه؟ وحتى يا سيدي لو نجحت وباذن الله باذنك يا رب تنجح، فانت خلاص بقى، خلاص الولد بقى كويس ومفيش حاجة يا جماعة، يلا اتفضلوا براءة. انتوا بتهرج في إيه يا جماعة اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني ما تخلوش الواحد يخرج عن شعوره وهو بيكلمكم. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون هادي وانا برد عليكم. يعني لما يجي حد يقول لي فارس اتكلم عن الواقع عشان الشباب دي حرام مظلومه، ببقى ماسك نفسي. والله العظيم قسما بالله ببقى ماسك نفسي. احنا في الصيام وفي ايام مفترجه. الولد الحمد لله في اكتر من جراح كبير دخل كلمني، وقدرت ان انا ابعت لهم ارقام العيله يعني عند الولد بحيث ان هم يقدروا يوصلوا له في المستشفى. وفي ناس كتير يعني ربنا يجازيها كل الخير دخلوا وكلموني ودخلوا تواصلوا كمان مع الحاله. ولكن الوضع فعلا صعب. انا شفت فيديو لعم الولد كان بيناشد ان اي حد كمان يساعده. الظروف يا جماعه كده تبقى صعبه، العمليه اكيد مكلفه، مصاريف كتير، الراجل نفسه هو لسه بيتعالج، لكن الولد بقى هو اللي حالته يعني ربنا يستر. ان العمليه دي يا اما يمشي على رجله تاني، يا اما للاسف هيبقى صعب. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل وانا انا مش عارف اقول ايه على كل حد بيخش يقول لي اتكلم والله عشان الشباب دي تطلع براءه. تطلع براءه عن ايه؟ عن ايه ولا ايه ولا يعني احنا كل حاجه شايفينها حتى يا جماعه. ده في ناس يا جماعه داخله بتحاول تبرر لهم، يقولوا ما يمكن الفيديو ده معمول ذكاء اصطناعي. فانا مش عارف اقول لكم ايه. انتوا في ايام مفترجه وفي ربنا سبحانه وتعالى شاهد عليكم. لو الولد الصغير ده انتوا شايفينه هين عليكم عادي، ففي ربنا اللي يقدر يساعد الولد يا جماعه ما يتاخرش. احاول اسيب لكم اي تفاصيل عنه يعني جديد بجديد. ربنا يشفيه.